النهارده بقى يا جماعه جبت لكم وصفه من بتاعت الناس الرايقه. لو انت قاعد زهقان فاضي ما عندكش حاجه تعملها في الحياه، انزل بقى اشتري كده ايه شويه اوريو، عشان نعمل النهارده اوريو رول مع بعضينا بتاعت الناس الرايقه الفاضيه. لو انت مش فاضي ما تعملهوش. اول حاجه بقى هنجيب معانا طبقين كده، عشان بقى ايه في شغل عالي جاي لكم في الطريق. نمسك حته الاوريو كده، نفكها من الكريمه، نحط الاوريو في حته والكريمه في الطبق التاني لوحده. ما تطلعش يا سيدوني. حاول معاه. ساعات عشرة بعض. العمر هانت فاضل واحد. بيعاني وليه. الله الله يا فنان، الله، الله الله خلصنا. الله. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بعد ما فكينا الاوريو لوحده والكريمه لوحدها، بقى نجيب الكبه او الخلاط اي حاجه كده، هو نفضي جواه كل البسكوت لوحده. تمام. اول ننزل كده نركب بقى الكبه الجميله دي. هو ده كبه ولا خلاط؟ مش عارف. هو شكله مدي على خلاط، بس هو البتاع دي مدي على كبة. ماشي. ونروح بقى يا اسطى السلك. بعد ما حطيناهم في الكبة بقى كده نروح ايه فرمينهم. ننزل بقى كده ايه بالاوريو اللي احنا فرمناه ده في البولة بتاعتنا. بعد بقى ما نزلنا كده في البولة بتاعتنا، ننزل عليه بشوية لبن كده، يعني حوالي قد ايه. انزل ببركة، انزل ببركة لحد نحط شوية لبن كده ايه، يعني ولا كتير، يعني حوالي كده ايه معلقتين تلاتة. نفضل نقلب بقى كده ايه شوية حلوين لحد ما كله يمسك في كله كده، وايه تحس ان ما اعرفش تحس بايه، بس انت تحسه خلاص. نفضل نقلب كده. اعتقد ان كده كفاية، احساسي كشيف هبدأ بيقول لي ان كده كفاية. ننزل بقى ايه، ادي الكريمة بتاعتنا، ننزل عليها برضو بايه بشوية لبن كده، نبقى خليها قوام كريمي كده. حلو قوي، كفاية. نفضل نقلب كده في بعضه. بعد بقى ما يا جماعه كده خلصنا تقليب، نجيب استريتش او اي حاجه عندنا نفرش عليها كده اهو. انزل كده اهو. ماشي. نخليه يمسك في الناحيه التانيه عشان ما يفلتش يا اسطى. خد. راح فين؟ بعد كده بقى ايه، بعد ما فرشنا الاستريتش ننزل بمعجون البتاع اللي احنا عملناه ده، الاوريو اللي احنا عملناه كده اهو. نروح عاملين بقى كده كده اهو. كلام جميل. نجيب بقى النشابه بتاعتنا نفرد كده. شكلها هتنجح. يلا. بعد كده بقى ايه، ننزل بالكريمه اللي احنا عملناها وفشلت مننا. حاول نصفيها من اللبن اللي اسود معانا كده. ايوه. وافرش بقى على كله. نجيب بقى كده ايه ده سؤال بس. قول. احنا هنشيلها من الاسترتش ازاي؟ هنلفها ازاي اصلا؟ بجد انا مش بهزر. يعني كل حاجه مشيت صح، هنعملها بقى نشيلها من الاسترتش ده ازاي؟ لفها بالاسترتش. طب طب يعني ما بتلفش اصلا. اصلا. طب نلفها بالاسترتش بجد ولا ايه؟ ما هو انت مجرد ما تطلعها من الفريزر هتفك. ماشي. نلفها كده بقى ايه كده، نحطها في الفريزر بقى ايه زي ما تيجي لحد ما تنشف.
نحطها في الفريزر تنشف ونرجع لكم تاني بقى بيها. وبكده يا جماعه يكون عدى عليها ساعه الا ربع تقريبا في الفريزر. نقطعها بقى كده شرايح. ماشي اتقطعت حلو كده اهو. وبعد ما قطعناهم بقى ايه، نشوف احنا نجحنا ولا احنا فشلنا. بس انا حاسس ان احنا فشلنا، ولا انت شايف ايه؟ حطها على بقك على طول. هي لزقت فيها عامه. يا ابني ما تفكرش كده هتتبهدل. حطها بقك وشد. طب يا جماعه، وزي ما انتوا شفتوا كده معايا، يعني هي طعمها جامد، مش هضحك عليكم الطعم جامد، لكن كشكل هو منظر مش عاطفي الصراحه. فلو انتوا حابين تجربوها عشان طعمها قشطه، لكن لو انتوا حابين تجربوها كده تقدموها لضيوف ولا حاجه، يعني انا مش عارف انا ماسكها ليه بس ماشي. لو حابين تجربوها كده وتقدموها لضيوف، لو هتعرفوا تظبطوها زي ما انا ما ظبطتهاش كده، فانتوا قدموها. لكن لو هتعملوها زي فبلاش منها خالص اصلا. لو الفيديو الفاشل ده بقى عجبك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. لو انت بتتفرج على التيك توك اعمل لنا الفولو. وبس كده، ونشوفكم في الحلقات اللي جايه. وما تنساش لو انت عندك هبدات وافتكاسات غريبه عايز تجربها، سيبها لنا تحت في الكومنتس. ونشوفكم الفيديو الجاي بقى. سلام.